السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. إذا كنتوا أشخاص أول مرة بيدخلوا على القناة فأنا أخوكم محمد، بقدم فيديوهات رياضية تتعلق بكرة القدم، نحكي فيها وندردش من أخ لأخواته بجميع المباريات في جميع الدوريات بدون أي تعقيدات، بنحكي فيها عن جميع نقاط المباراة وعن اللاعبين. فإذا كنتوا أول مرة بتشوفوني أتمنى منكم الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، وإنكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وكمان تتركوا لي تعليق تبدوا رأيكم بالموضوع اللي هتكلم فيه أو بمحتوى القناة. ويلا خلينا نبدأ. اليوم مواجهة نادي النصر السعودي مع نظيره نادي الشرطة العراقي، بفوز النصر العالمي بنتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح النصر. أولا مبروك جماهير العالمي، تأهلكم لنهائي البطولة، هارد لك لجماهير الشرطة. وهون بدنا نوقف عند جماهير نادي الشرطة العراقي شوي ونحكي لهم والله بقد ما زعلنا انه اليوم الشرطة خرج من البطولة حتى لو كان امام النصر، ولكن على قد فرحنا بهذا النادي وبهذا الاداء المشرف. للامانة كانت مفاجأة جدا يلي قدمه النادي الشرطة العراقي، رغم قلة الدعم، رغم قلة الامكانيات، رغم قلة الموارد، واحنا بنعرف اوضاع العراق، ولكن النادي العراقي نادي الشرطة قدم اداء جدا جميل، اداء بيشرف بنادي عربي وبيشرف انه يمثل دولة مثل دولة العراق الحبيبة. كان يا جماعة للأمانة نادي منظم، نادي بيلعب بشكل تكتيكي جميل، وهذا الشيء بيحسب له المدرب. خانتهم شوي اللياقة البدنية، يعني طبعا هاي بتعتمد على الدعم وبتعتمد على اللاعبين انفسهم بانه يطوروا من ذاتهم اكثر واكثر، ولما يكون متواجد الشغف كل هاي الاشياء بتتطور اكثر واكثر. ولكن بالنهاية قدموا اداء جدا جميل واداء جدا بشرف، وبنتمنى أندية مثل نادي الشرطة وأندية غيرها يتم تسليط عليها الضوء بشكل أكبر بسبب الأداء يلي قدموه. نادي النصر السعودي النادي العالمي كما يسمى قدم أداء جدا جميل، قدم أداء رائع يليق بحجمه ويليق بحجم النجوم يلي إجت لعنده. ساديو ماني بدأ يظهر، ساديو ماني ليفربول بدأ تظهر خطورة السنغالي يلي دائما عودنا عليها. مباراة جدا كبيرة اليوم لساديو ماني يلي كان هو أحد أهم أسباب الانتصار. كريستيانو رونالدو كالعادة الحاسم في الأوقات الصعبة يلي بيطلع لك من العدم وبيسجل لك وبيخطف لك الانتصار. بعد تعب ساديو ماني وتحصيله على ركلة جزاء اجى الدون وحسم المباراة بالرصاصة الأخيرة. للأمانة مباراة اليوم تعطينا شوية أفكار عن نادي النصر، أنه نادي النصر رغم التعاقدات يلي قاموا فيها أليكس تيلس، ساديو ماني، بروزوفيتش، فوفانا، ولكن يلي صراحة عم نشوفه انه النادي بحاجة لقلب دفاع وبحاجة الى صانع العاب صريح، تجيب لاعب صانع العاب. وللامانة خطة انك تلعب بماني وترجعه شوي للوسط، اللاعب حسنا اليوم ضايع رغم الاداء الجميل اللي قدمه، ولكن ساديو ماني اليوم بتحسه مو عارف يروح قدام ولا يرجع ورا، شو يعمل بالضبط ما كان عارف خالص، وهذا الشيء بسبب المدرب. ساديو ماني عانى من هاي المشكلة نفسها مع بايرن ميونخ، عانى من عدم تحديد مركزه. اليوم ساديو ماني يطلع لقدام يرجع ينزل لتحت، مو عارف يسند الدفاع اكثر، يسند بالهجوم اكثر، يفتح الاطراف، يدخل للعمق. كان ضايع للامانه رغم انه قدم اداء جدا جميل وكان هو سبب انتصار النصر اليوم. ولكن نادي النصر للامانه بحاجه الى لاعب صانع العاب وبحاجه الى قلب دفاع. الدفاع ما بيبشر عند نادي النصر خالص، صدقوني يا جماعه. لو اليوم نادي الشرطه تخلى عن الرهبه اللي كانت عنده شوي ولعب كآخر 5 دقائق بالمباراة بنزعة هجومية قوية وتخلى عن الأسلوب الدفاعي والتراجع الكبير جدا، كنا شفنا على الأقل أهداف من قبل نادي الشرطة. ما بقول لكم نادي الشرطة كان راح يفوز، ولكن على الأقل كنا شفنا أهداف، كنا شفنا فرص أكثر لنادي الشرطة. الفريق بآخر 5 دقائق لما الوقت قل وعرف إنه ما ضل شيء عنده يخسر وأما بيسجل إما خلاص بيطلع، قدم 5 دقائق هجومية عالمية، 5 دقائق فيها نزعة هجومية بالفعل جدا جميلة. أما الفريق يا جماعة ب 85 دقيقة كاملة للأمانة ما في مساندة هجومية، لاعب أو لاعبين اللي عم يطلعوا للهجوم والباقي كله بالخلف. قدموا دور دفاعي وجدار دفاعي كان جدا رائع من قبل الوسط، من قبل الدفاع وحتى من قبل المهاجمين، ولكن لما لعبوا بطريقة هجومية وبتخلوا عن الخوف شوي شفنا نادي الشرطة بيعطي أداء أكثر. هارد لك لنادي الشرطة، أداء نتشرف به جميعا، ومبروك جماهير النصر تأهل للنهائي بانتظار معرفة الفائز مباراة الهلال والشباب
وشكرا لكم.